الناس بتسأل ايه اللي بيحصل دلوقتي في ايران. اللي بيحصل دلوقتي حرب كبيرة جدا جدا بتدبير من امريكا على ايران. ايه السبب في كده وايه اللي دمر الدنيا كده؟ طبعا انتوا شايفين دلوقتي انفجارات في ايران وحرق في مدارس واعمال شغب، وذلك لان طبعا الحوادث اللي حصلت قبل كده في فلسطين اللي هي الاخيرة. طبعا اسرائيل كانت هترد، ولكن هي عايزة حد يكون وسيط في الحرب ديت زي الشرق الاوسط. فطبعا بعتت القوة اللي تحت بايدن على طول، اللي هو الراجل المسؤول تحت بايدن، ان هو يتفاوض مع السيسي. راح له طبعا مصر مخصوص عشان يتفاوض معاه، وعشان يحاول ان هو يخليه يكلمه على موضوع الحرب بتاع ايران ديت، لان امريكا طبعا مش بتحب انها تدخل الحرب بنفسها، لا ده بتحب تساعد من تحت لتحت، انها ما تصدرش نفسها هي. تعالوا نشوف احدى المقالات اللي موجودة عشان تعرف مدى خطورة الموقف. ديت المقالات المكتوبة على تويتر طبعا من واحد مشهور جدا جدا في أمريكا، بيقول: يبدو أن المتظاهرين أشعلوا النار في مدرسة دينية أخرى ترعاها الحكومة في إيران. رياح التغيير تهب بينا بينما يسعى الشعب الإيراني إلى الحرية. بيقول لك إن رياح التغيير هبت خلاص، بينما الشعب الإيراني عايز يسعى إنه الحرية. برضو كتب مقال تاني، تعال نشوف المقال التاني: إنها ساعة ساحرة الآن في إيران. مثل كل يوم من شهور المتظاهرون يخرجون إلى الشوارع. السؤال الوحيد: هل هتنزل طائرة بدون طيار من سماء الليل أيضا؟ هو دلوقتي بيعمل سخرية منهم، لأنهم طبعا مشهورين بالطيارات بدون طيار اللي هي الطيارات المسيرة. فطبعا بيقولك إن هي ساعة ساحرة في إيران دلوقتي، اللي هي الحاجات اللي بتحصل. وطبعا المتظاهرين طبعا خارجين كلهم في الشوارع. فهنشوف دلوقتي رد فعل إيران. امبارح اتضرب عليهم صواريخ كتيرة، ما يعرفوش هي جاية منين، بس طبعا احنا عارفين هي جاية منين. فهنشوف دلوقتي رد فعل إيران، هل الرد هيكون قاسي؟ طبعا إيران انتوا عارفين ما بتضربش أمريكا مباشرة ولا إسرائيل مباشرة، لا ده بتضرب على طول القواعد بتاع أمريكا في كل مكان. لو وصلت لحد هنا متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. أي أخبار إن شاء الله جديدة هتلاقيها عندنا في القناة. شكرا لكم جميعا.